الفندق فيه كل حاجة، غرف عائلية كبيرة، هانيمون سويتس ومطاعم مختلفة، و3 دقايق مشي من سوهو سكوير و10 دقايق من مطار شرم الشيخ. تعالوا اخدكم جولة جوه واحد من احلى فنادق شرم الشيخ، دبل تري باي هيلتون. اول ما بتخشوا بتشوفوا الحتة دي اللي فيها الدولاب والستورج، هوريها لكم في اخر الفيديو. ده دبل روم. اول ما دخلنا لقينا ده سوبر نايس شيك بليسمنت على البادز بتاعتنا. عجبني قوي بصراحه ان هم ما عملوش ورد كتير وتاول ارت وحوارات، عشان انا بصراحه ما بحبهاش. واحنا واخدين دبل روم بول فيو، فده الفيو بتاعنا شكله لذيذ قوي. واول ما دخلنا لقيناهم حاطين لنا الامينيتيز دي لذيذه قوي، فروتس مختلفه، وكمان حاطين اورينتال ديزرتس، ف اي لاف ذات. الحمد لله سمارت تي في، عشان انا ببقى يا جماعه بجد عايزه اتفرج على نتفليكس بالليل. انا مش عارفه ليه المالتي ناشونالز مش بيحطوا حاجات سمارت، بس يعني الحمد لله this one سمارت تي في. وهنا تين كابس سم امينيتيز، ميه، حاطين برضو بيبي ليس دراير which is حلو، جود براند، مش حاطين حاجه اي كلام، هوبفلي ما تولعش في شعرنا. وفي هنا كمان ميني بار. وبرده حاجه من الحاجات المهمه جدا بتبقى بالنسبه لي التقسيمه بتاعه الحمام، في شاور وفي التويلت. الامينيتيز بتاعتهم بقى نشوف الامينيتيز. اوكي، شيفنج كيت. اوكي، دانتل كيت يا جماعه لما بيحطوهاش في الاوتيلز، يا جماعه بليز نحط دانتل كيت في الاوتيلز. It's nice. They have two. Good. لوفة. another لوفة. هاند سوب، البراندنج بتاعها لذيذ، I like. بس كده. واخر حاجه هو الستورج سبيس. بصراحه الستورج سبيس بتاعهم حلو جدا، كبير في الحته دي السبيس ده كله، علشان لو هتعلقوا حاجات دريسز او بدله او حاجه. وفي هنا برضو سبيس تاني كبير، وفي تحت برضو مكان سبيس كبير. وهنا في السيفتي بوكس. الفندق متقسم لجزئين، ماونتن سايد او الجزء الجبلي، وبيتش سايد وهو جزء الشاطئ. البيتش سايد لسه متجدد، وهتلاحظوا ده اول ما تدخلوا اللوبي بتاعهم. الغرفه اللي عملنا فيها التور دي البول فيو. في كمان عندهم هانيمون سويت، وده خاص اللي جايين لشهر العسل. تعالوا اوريها لكم من جوه. بصراحة السويت حلو جدا، موجود فيه بلكونة، حمام كبير، كينج سايز باد، وكمان عجبني قوي الكلمة اللي مكتوبة فوق السرير. ولو انتم مسافرين كعيلة، هم كمان عندهم كونكتد رومز او غرف متصلة تقدروا تقعدوا فيها لو انتوا عيلة كبيرة. موجودة فيها حمامين، غرفة فيها كينج سايز باد وبينهم باب، وموجودة غرفة تانية متصلة بيها فيها سريرين او دبل روم، وبرضو حمام تاني. احلى حاجة بقى في الجزء بتاع الشاطئ انه في واحد من احلى المطاعم اللي بتعمل ميديترينيان كوزين او مطبخ بلاد البحر المتوسط، واسم المطعم ده كالا. بيبص على الشاطئ بتاعهم، وجربنا فيه حاجات كتير تحفة. جربنا البطيخ بجبنة الماعز، جمبري المقلي بصوص التشيلي، وعجبنا جدا كمان عندهم السالمون والستيك. بس لازم تكونوا عارفين ان المطعم ده مش من ضمن الاول انكلوسيف باكج، يعني لو حابين تجربوه بتدفعوا اكسترا تشارج او فلوس اضافيه. بالنسبه بقى للمطعم بتاع الاول انكلوسيف باكج اللي موجود فيه الفطار والغدا والعشاء، فكان اسمه اوبن بيسترو، وكان فعلا فيه كميه فرايتي مختلفه جدا من الاكل حلوه جدا. كل يوم كنت بلاقي سي فود في العشاء، وكمان حاجات لذيذه قوي زي الشوكليت فاون. تعالوا اخدكم جوله اوريكم فيها العشاء والفطار كان موجود فيهم ايه. الفندق موجود فيه 6 بولز او 6 حمامات سباحه، والماونتن سايد موجود فيه ووتر سلايد
كيدز بول وكمان ساندي بول. هتلاقوا كمان هناك مطعم اسيوي، بس بصراحه احنا جربناه والاكل ما كانش احلى حاجه، فلو ناويين تدفعوا فلوس انصحكم تجربوا كالا احسن. الفندق كمان بيقدم انترتينمنت بالليل لذيذ قوي، بتكون موجوده ساعات في الجزء الجبلي او الجزء بتاع الشاطئ. وبالنسبه بقى للشاطئ بتاعهم فده بصراحه كان اكتر حاجه ما عجبتنيش في الفندق. الشاطئ كان كبير جدا ومتقسم لاماكن مختلفه، بس كانت مشكلتي انه بصراحه ما كانش متجدد خالص. يعني الشезлونجات كانت شكلها مش احسن حاجه، بس لما سالتهم في الفندق قالوا لي انه هما هيجددوا الشاطئ قريب جدا، فلما تروحوا ان شاء الله يكون الشاطئ اتجدد. بصراحه هو يستاهل تروحوه كمان لانه البحر كان تحفه، كان فيه كميه كائنات بحريه تجنن، وكمان كان فيه بيتش بار بيقدم سناكس في نص اليوم تاكلوها على البحر، فكانت الفايب لذيذه قوي. بصراحه اللي عجبني في الفندق ده ان هو فعلا مناسب لكل الناس، سواء كنتوا كابلز عايزين يطلعوا هاني مون مش غالي، او عيله عايزه فندق بيقدم اول انكلوسيف باكج فيها اكتيفيتيز كتيره قوي للاطفال، او كنتوا حتى صحاب عايزين يطلعوا ويكند سريع ينبسطوا ويتفرجوا على شرم الشيخ، فالفندق ده اكيد ليكم. وطبعا بالنسبه لي كانت من احسن الحاجات انه هو تبع سلسله فنادق هيلتون، ودبل تري هتلاقوه فندق موجود في كل حته في العالم. اكتبوا لي في الكومنتس لو عجبكم الفيديوهات بتاعه الفنادق، ولو عايزين تعرفوا ازاي تحجزوا الفنادق دي كلها باسعار ارخص بكتير من booking.com والحاجات العاديه. اشوفكم في السفريه اللي جايه.